في الجزء الأول من الفيديو قلنا إن التشطيب مش خامات، التشطيب ترتيب. بدأنا بالتخطيط ووقفنا عند الميزانية. النهاردة هندخل على أخطر مرحلة وهي التنفيذ، المرحلة اللي الغلط فيها ما بيتصلحش بسهولة. خليني أقولك التنفيذ الصح يبدأ إزاي وبنغلط فين بالظبط. ناس كتير فاكرة إن التنفيذ يعني نجيب صنايعية ونبدأ. الحقيقة التنفيذ هو إدارة قرار، مين يشتغل إمتى وإيه يتنفذ قبل إيه وإمتى أشتري أو ما أشتريش. أي قرار غلط في المرحلة دي بيسحب وراه سلسلة أخطاء. أول مرحلة تنفيذ حقيقية اسمها الأعمال التحتية أو التأسيس، ودي تشمل كل حاجة هتختفي بعد كده. تشمل الكهرباء، نقاط، مفاتيح، أحمال، السباكة، تغذية، صرف، العزل، الميول، التكييف، مواسير، صرف التكييف، أي تجهيزات مستقبلية، أي تعديلات. الغلط الشائع فيها نشتغل كهرباء من غير ما نعرف شكل الفرش أو سباكة من غير ما نحدد الأجهزة. وهنا بقى المشكلة، الغلط ده مش بيبان غير بعد التشطيب. والتحذير الهام جدا، أي حاجة هتتغطى لازم تتراجع مرتين. تاني مرحلة وهي الأخطر وهي تسوية الحوائط، البياض الأسمنتي أو المحارة، المرحلة اللي محدش بيديها حقها. بعد ما بتخلص مرحلة الأعمال التحتية تتأكد إنها مظبوطة 100%، بنبدأ في المحارة. المحارة مش مجرد تغطية طوب، المحارة هي اللي بتحدد استقامة الحوائط، زوايا المكان، جودة أي تشطيب بعد كده. المحارة هي العنصر الأساسي لكل مراحل التشطيب فيما بعد. أي نقاش شاطر ما يقدرش ينقذ محارة سيئة. والتحذير الهام في المرحلة دي، المحارة لازم تنفذ هندسيا. المرحلة الثالثة وهي الفتحات والأرضيات، ترتيب يمنع التكسير. بعد المحارة بندخل على مرحلة الفتحات والأرضيات، ودي بتشمل الأرضيات، الأبواب، الشبابيك، أي عناصر ليها منسوب. الخطأ الشائع فيها تركيب حاجة قبل ما تخلص اللي تحتها، النتيجة تكسير، تعديل، خسارة. وبعد ما بتخلص المراحل الثلاثة هنا بنبدأ التشطيب، وده الخطأ العقائدي اللي الناس بتقع فيه، متخيلة إن التشطيب من أول مرحلة. التشطيب آخر مرحلة مش أولها. والتشطيب الدهان، الإضاءة، الوحدات، التفاصيل. بس خليني أقول لك حاجة مهمة، جمال التشطيب النهائي هو نتيجة صحة المراحل اللي قبله. وبين كل المراحل وبعضها بتحصل أهم حاجة، ودي اللي بتفرق مهندس عن مهندس، عمل عن عمل، وهي الأوفرلابينج والكوردينيت، ربط المراحل ببعضها. التنفيذ مش مراحل منفصلة، دي سلسلة، حلقة واحدة ضعفت السلسلة كلها بتفك. الخلاصة، التشطيب الصح مش رفاهية، هو ترتيب واضح، تخطيط، ميزانية، تنفيذ بالترتيب. وأي محاولة للاختصار بتطلع خسارة. وفي الفيديو اللي جاي هندخل في أول مرحلة تنفيذ بالتفصيل، الأعمال التحتية، وأقول لك الغلط الشائع وإزاي تتجنبه. ولو مهتمين بالمحتوى تابعوني، اعمل لايك، شير عشان غيرك يستفيد. اكتب في التعليقات أي شيء يخص المحتوى وأنا هجاوب عليه.